شخصيات من الذاكرة. الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد رحمه الله ولد بمدينة المبرز سنة 1177 هجرية تقريبا. عاش يتيما فكفله الشيخ محمد بن عبد الله آل فيروز. قرأ الفقه الحنبلي والفرائض وأصول الفقه والعلوم الشرعية واللغوية على أبرز علماء نجد والأحساء. انتقل إلى المدينة المنورة وقرأ على علمائها وقام بالتدريس في المسجد النبوي. وصف بكثرة الذكاء والفهم وشدة الحرص والاجتهاد. سافر إلى مصر وتولى مشيخة المذهب الحنبلي بالأزهر. تولى إمامة مسجد رشيد بالمبرز. عينه الإمام سعود بن عبد العزيز قاضيا في المدينة المنورة. وفي عهد الإمام عبد الله بن سعود عينه قاضيا في الدرعية. قرأ عليه العديد من علماء الأحساء والمدينة ونجد. كان له مكتبة تضم نفائس المخطوطات وبيعت بعد وفاته. توفي الشيخ أحمد في سنة 1257 هجرية في مصر. رحم الله الشيخ.